علاش كاينين شي ناس رغم القله ديالهم كيشككوا في الاصاله ديال حرف تيفيناغ؟ علاش كاينين شي ناس رغم القله ديالهم كيقول لك بان ذاك الخط الامازيغي ماشي خط امازيغي، هذاك خط من صناعه فرنسيه، هذاك خط تامودي، هذاك خط فينيقي، هذاك خط مسندي، هذاك خط سبائي، هذاك خط داناني، هذاك خط صفائي. هذاك الخط ديال الامازيغ ممكن يكون اي حاجه الا انه خط امازيغي. علاش كاين شي ناس اللي كيشككوا في الاصاله ديال حرف تيفيناغ؟ ما عمرني شفت انا شي واحد كيشكك في الاصاله ديال الخط الصيني، لان الخطوط شي حاجه اللي عاديه انك تكون عندك. اذا علاش بالضبط الخط التيفيناغ هو اللي كيشككوا فيه بعض الناس؟ وعلاش صراحه ما عرفتش علاش، ولكن اللي بغيت نقول هو اننا عندنا الحق نفتخروا ونعاودوا نفتخروا بالاصاله ديال حرف تيفيناغ. عندنا الحق نفتخروا بالاصاله وبالانتماء ديال تيفيناغ للشعب الامازيغي لاسباب مهمه جدا جدا كتلخصها تحت عنوان واحد، هو ما يسمى بالامثاليه الوظيفيه، بالانجليزيه كنسميوها functional optimality. نقدر نقول لكم بانه الخط الوحيد في العالم كله اللي كيخضع للشروط الامثاليه الوظيفيه هو الخط ديال تيفيناغ. خليوني نشرح لكم شنو هي الامثاليه الوظيفيه. لا، الامثاليه الوظيفيه ديال حرف تيفيناغ عندها بزاف ديال المظاهر، من بين هاد المظاهر واحد المظهر تاريخي. كتعرفوا بانه عظم